طبق مكرونه بالكبده حكايه. جبت كبده قطعتها ترنشات وقطع صغيره، وحطيت لها فلفل وكزبره وكمون وتوم وخل وملح وسنه اعشاب روزماري على زعتر، وقلبت ده كله بصراحه، وسبتها في التلاجة كمان ساعة على ما اقطع الخضار بتاعي. طعمها كان تحفة. طبعا قطعت الطماطم والفلفل والبصل لنفس تقطيعة الكبدة عشان يبقى كله تيستنج عالي. طبعا عندي صوص طماطم كمان جاهز، وكيس المكرونة نص كيلو. وطبعا عندي كمان مية غليت ونزلت بالمكرونة وصفيتها ونزلت عليها بالمية. واهم من ده كله بقى هو صدمة الكبدة على النار. عارفين يا جماعة، بعد ما الكبدة خدت الصدمة بتاعتي، رحت جاي مديها الخضار ومديها صوص طماطم وقلبت، واديت لها كمان بعد ما اتسبكت اعشاب وفلفل وكمون وكزبره وملح، ونزلت بالمكرونه. كان طعمها جبار. اتمنى الفيديو يكون عجبكم، ما تنسوش تدعموني على قناه يوتيوب رامي سعد معكم، والى اللقاء في حلقه جديده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. تشاو.